طيب يا دكتور، أنت قُلت لنا في رباط داخلي ورباط خارجي، هل في أربطة تانية مهمة زيّهم وزي الرباط الصليبي الأمامي والخلفي؟ أيوه يا جماعة، في أربطة تانية مهمة جدًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور هاني سليمان جراحة العظام والعمود الفقري. إحنا هنتكلم النهارده برضه في موضوع إصابات الملاعب وإصابات الركبة بالذات، زي ما قُلنا في رباط صليبي أمامي وخلفي وفي رباط داخلي وخارجي، في رباط مهم جدًا، لكن هو في الأصل مش رباط، هو وتر اللي بنسميه الوتر الأمامي أو الوتر اللي بيمسك في عضمة الردفة اللي إحنا بنقول عليها بالبلدي الصامولة، بيمسك فيها من فوق وبيكمّل من فوقها وينزل يمسك في أعلى عضلة القصبة، ولذلك لو حصل كسر في عضمة الردفة وانفصلت نُصّين بيبقى الرباط مقطوع، لإنه الجزء اللي ماسك فيه من فوق اتقطع والجزء اللي ماسك من تحت اتقطع، وبالتالي عضمة الصامولة بتبدأ تبعد من مكان الكسر، فيُرجى لها ولازم لها التدخُّل الجراحي. طَب العضمة دي لو كسرت كسر مفتِّت، يعني خلاص مش هينفع إن هي تتصلّح، دايمًا بنشيلها وده ما فيهوش مشكلة، بس لازم نوصّل الوتر، لإن فايدتها إن هي بتضبّط حركة المفصل في إنها المفصل ينتني ويتفرد، بتضبّطه وبتسيبه ياخد الrange المعقول بتاعه أو المستوى المعقول بتاعه، زائد إن هي بتمسك الوتر اللي هو وتر العضلة الرباعية، بيمسك فيها من فوق وبيكمّل عليها ماشي على جسمها من برّه وينزل يمسك في أعلى عضمة القصبة من تحت. هل قطع الرباط الأمامي اللي هو في الأصل وتر بتاع العضلة الرباعية الأمامية ما يتقطعش إلا مع كسر الصامولة بس؟ لأ، ده ممكن أي حادث يقطعه لوحده، سواء من فوق عضمة الصامولة أو من تحتها، تمام؟ عضمة الصامولة اللي هي عضمة الردفة، العضمة الأمامية في مفصل الركبة. طب لو قطع من فوق أو من تحت لازم تدخُّل جراحي سريع، لإنه وتر والوتر ده بينكمش مع القطع، لازم نتدخّل بسرعة ويتخيط خياطة كويسة جدًا خاصة بالأوتار، علشان بعد كده المريض يعرف يمارس حياته عادي. طب المريض بعد كده إيه اللي بيحصل له يا دكتور؟ المريض بعد كده بيخضع لفترة علاجية لحد ما جرحه ينشف، لإن إحنا هنا بنفتح المفصل وبيبتدي من أسبوع، أولًا الراحة العلاجية من أسبوعين ل4 أسابيع، وبعد كده يبتدي يخضع للجلسات العلاج الطبيعي علشان يبدأ يتني ويفرد والعضلة الأمامية ترجع تقوى تاني، لإن لمّا الوتر ده بيقطع هي بتضعف بسرعة جدًا. علاجها سهل وعلاجها بسيط، بس هو بيبقى موضوع صعب شوية لإن هو عبارة عن تدخُّل جراحي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.